الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن الله جل في علاه من حكمته أن فاوت بين عباده في أخلاقهم وأرزاقهم. وربك حكيم عليم، فبسط لبعض الرزق وجعل بعضا أقل من ذلك، وهو الحكيم العليم. يقول الله جل في علاه: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ابتلى الله سبحانه وتعالى البعض بالمال فوسع عليه المال وأعطاه من أصناف الأموال، وابتلى البعض بالقلة، وربك حكيم عليم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا. ومعنى ذلك عباد الله أي ليس كل من وسعنا عليه دليلا على الحب له،
ولا كل من ضيقنا عليه دليلا على بغضنا له، لكنها الدنيا عباد الله، لكنها الدنيا يعطيها الله بعض عباده ويحرمها بعض عباده، وله الحكمة في ذلك عز وجل. ابتلى الأغنياء بالفقراء، وابتلى الفقراء بالأغنياء، ابتلى الغني بالمال. أيكون ذلك المال سببا لشكره لنعمة الله وقيامه بحق الله سبحانه وتعالى؟ وابتلى الفقير بالفقر حتى ينظر أيكون من الصابرين الراضين أم يكون من المتسخطين. غرس في النفوس حب المال، قال الله جل في علاه: وتحبون المال حبا جما. هذا المال عباد الله نعمة عند قوم وبلاء على قوم، نعمة في حق من أخذ المال بحقه وصرفه في حقه، علم أن لله حقا في هذا المال فأدى هذا الحق أداء كاملا، وكان هذا المال سببا لصلاحه واستقامة حاله ومنافسته في صالح الأعمال. وآخرون عباد الله صار المال في حقهم سببا لطغيانهم وأشرهم وبطرهم واغترارهم بأنفسهم، فمنعوا حق الله الواجب في المال، فلم يؤدوا حق المال، بل صار المال سببا لعذابهم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال عز وجل عن نبيه سليمان بعدما علمه ما علمه ورأى نعم الله عليه: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، عكس من اغتر بنفسه وقال إنما أوتيته على علم عندي. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل في علاه أوجب على الأغنياء حقا في أموالهم للفقراء. قال جل في علاه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أوجب على الأغنياء سبحانه في أموالهم حقا لإخوانهم الفقراء ليواسوهم بذلك، وجعل هذا ركنا من أركان الإسلام ومبانيه العظام. فإن الزكاة عباد الله هي الركن الثالث من أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ونصوص الكتاب والسنة دالة على ركنية الزكاة وأهميتها. قال الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أيها المسلمون عباد الله، إن الزكاة ابتلاء وامتحان يبتلي الله بها الأغنياء، فالصادق في إيمانه ينجو من ذلك البلاء بإخراجه زكاة ماله طيبة بها نفسه، موقنا بوجوبها معتقدا ذلك، يؤديها طاعة لله وشكرا لله على فضله ونعمائه. يقول الله جل في علاه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقبض الزكاة من أموال الأغنياء: خذ من أموالهم صدقة
وبين تعالى حكمته منها بقوله: تطهرهم وتزكيهم بها. إذن فالزكاة عباد الله طهرة للمزكي، تطهر قلبه من داء الشح والبخل، وتخلصه للكرم والسخاء، وإنها لتطهر المال من أوساخه وأدناسه، إذ المال الباقية فيه زكاته هو مال مشتمل على الأوساخ والأدناس، ولا يطهره من أدناسه وأوساخه إلا الزكاة إذا أخرجت، وهي أيضا زكاة للقلب، فيقوى بإخراجها الإيمان، لأن مخرجها عباد الله قد تغلب على نزعات الهوى ومشتهيات النفس ووساوس الشيطان، فهو أخرجها طاعة لله مرغما أنف عدو الله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وإنها لتزكي ماله، فمال أخرجت زكاته مال ينمو وينزل الله فيه البركة، وما نقصت صدقة من مال بل تزيده. أخي المسلم، فأد زكاة مالك طيبة بها نفسك، أد زكاة مالك معتقدا وجوبها في الإسلام، أد زكاة مالك طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أد زكاة مالك ليبقى لك المال وتزداد بركته ويكثر خيره ويرتفع البلاء عنك. وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما هلك مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل وعلا أوجب الزكاة في أصناف من المال، أوجبها أولا في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وجعل سبحانه شرط ذلك أن تبلغ الحبوب والثمار 5 أوسق، ما يعدل 900 كيلو، وأوجب فيها العشر، أي عشرها، عشر الخارج من الحبوب والثمار إن سقيت بلا مؤونة ولا كلفة، وجعل نصف عشرها إن سقيتها بالكلفة والمؤونة. ولم يوجب سبحانه وتعالى في الخضروات والفواكه الزكاة لأنها غير مدخرة، وإنما هي قوت وقتها، بخلاف الحبوب والثمار المكيلة المدخرة، فإنها تبقى على مدار العام. أيها المسلمون عباد الله، وأوجبها الله في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وأقل نصاب الإبل 5، ونصاب الغنم 40، ونصاب البقر 30. وأوجب الله الزكاة في عروض التجارة، وعروض التجارة عباد الله كل ما أعده المسلم للبيع والشراء، وعروض التجارة عباد الله كل ما أعده المسلم للبيع والشراء من أنواع السلع المختلفة، مطعوما أو ملبوسا أو مركوبا أو غير ذلك، كل السلع التجارية التي تعرض للبيع، فإن الله جل في علاه أوجب الزكاة فيها لأنها رأس مال. يقول سمرة بن جندب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع، فكل ما أعددناه للبيع وعرضناه للبيع لأجل الربح فإنا نقومه عند الشهر الزكوي، ونخرج ربع عشر قيمته، سواء كان من الأطعمة أو من الملابس أو الأواني أو السيارات أو قطع الغيار أو الأراضي والعقارات، كل ذلك يشمله اسم العروض.
ونقومه عند رأس كل حول فننظر قيمته الحاضرة سواء زادت على قيمة الشراء أو نقصت. فلو اشترى مسلم قطع أراضٍ للتكسب ومضى عليها سنة كاملة يقومها عند رأس السنة وينظر قيمتها الحاضرة فيؤدي ربع عشر قيمتها. ورابعا عباد الله، النقدان من الذهب والفضة أوجب الله جل وعلا فيهما الزكاة، فهي قيم الأموال. يقول الله جل في علاه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن فيزكي النقدان الرصيد في البنوك، يزكي النقدان الذهب والفضة والأوراق النقدية القائمة مقامهما والتي أخذت حكمهما في الشراء والتعامل، يخرج ربع عشرها. ونصاب الذهب في الإسلام 20 مثقالا، ونصاب الذهب في الإسلام عباد الله 20 مثقالا. الدور والعقارات المؤجرة إنما تجب الزكاة في الأجرة من حين ابتداء العقد. إذا كنت ابتدأت العقد واستلمت الأجرة في آخر العام فزكها، وإن كنت تستلمها كل 6 أشهر وتستهلكها ولا ترصدها فلا زكاة عليها. ولكن إن كنت تستلمها عند آخر العام أو تستلمها لكنك ترصدها فتزكيها، أو تستلمها لكنك ترصدها فتزكيها. وأما إن استلمتها مجزأة واستهلكتها وأكلتها فلا زكاة عليها. الدور والعقارات المؤجرة عباد الله إنما تجب الزكاة في الأجرة من حين ابتداء العقد. إذا كنت ابتدأت العقد واستلمت الأجرة في آخر العام فزكها، وإن كنت تستلمها كل 6 أشهر وتستهلكها ولا ترصدها فلا زكاة عليها. لكن إن كنت تستلمها عند آخر العام أو تستلمها لكنك ترصدها فتزكيها. وأما إن استلمتها مجزأة واستهلكتها وأكلتها فلا زكاة عليها. مسكنك يا عبد الله، مسكنك الذي تسكنه وسيارتك التي تركبها كل هذا لا زكاة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر على الرقيق. أيها المسلمون عباد الله، إن الزكاة فريضة كما ذكر الله في كتابه. قال عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ما وكل الله سبحانه وتعالى الزكاة لنبي ولا ملك، ولكن تولى قسمتها بنفسه سبحانه وتعالى. عباد الله، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد أيها المسلم، إن كنت غنيا فإياك وقبول الزكاة، فإنك إن أخذتها والله قد أغناك عنها، فإنها سحت تأكله سحتا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدهم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم أو مزعة لحم. وفي الحديث أيضا: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وفي الحديث أيضا: ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ليس الغني بكثرة العرض، ليس الغني عن كثرة المال، إنما الغني غني النفس. أيها المسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. أخي المسلم، كم يسأل الزكاة من لا يستحقها، وكم يلحون في الطلب، والله قد منحهم قوة الأبدان وسلامتها وقدرتهم على العمل، لكنهم اعتادوها فرأوها عادة سنوية. كم يسألها أناس كانوا فقراء فأغناهم الله سبحانه وتعالى، وهيأ لهم من الأولاد من أعانوهم على أمورهم، ولكن مرض القلب ومرض الشح أداهم إلى أن يسألوها وهم أغنياء عنها. فيا أخي المزكي ويا أخي المسلم، تحر لها المتعففين، تحر لها أرباب العوائل المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تحر لها من يظهر أمام الناس بأنه الغني والله يعلم حاله. تحر لها من أشغلته الديون والأشياء التقسيطية. ومن الأمور المهمة عباد الله، إن الله حكيم عليم، جعل الزكاة سببا لتآلف المجتمع وارتباطه ورحمة بعضه لبعض. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. فلو أدى الأغنياء زكاة أموالهم لاغتنى بها الفقراء، وصانت وجوههم وحفظتهم عن الجرائم والإقدام على ما لا خير فيه. أدوا زكاة أموالكم وأوصلوها إلى المستحقين، واتقوا الله في هذا كله لعلكم تفلحون. يقول الله جل في علاه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. ومن أراد إبراء ذمته في دفع زكاة أمواله فليسلمها إلى مكتب صندوق الزكاة وفق الإجراءات الرسمية، فإن إدارة صندوق الزكاة وصناديق الزكاة التابعة لها بالمناطق هي الجهة المخولة والوحيدة شرعا وقانونا باستلام وتوزيع أموال الزكاة. عباد الله، أسأل الله أن يقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه من فضله يزدكم، ولذكر الله أكبر،
والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد هذه الدعوة الصلاة آت محمد وسلم. استووا تراصوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، سدوا الخلل، أتموا الصف الأول فالأول، استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.